السلام عليكم، معكم ايوب. وهاد البلاصه اللي كتشوفوا مورايا هي جزيره تنين اللي كاينه في مدينه الداخله. والطراجي اللي ضربنا باش نوصلوا لهاد البلاصه اهم من هاد البلاصه بالذات. قبل ما نبداو خليو شي كومونتير، بارطاجيو الفيديو، اللي باقي ما تابوناش تابونا، ويلا نبداو. الدار البيضاء كازا بلانكا، هذه هي المدينه اللي غادي نبداو منها الرحله. خمسه ديال الاشخاص غادي ينطلقوا من العاصمه الاقتصاديه للمغرب في اتجاه اخر مدينه سكنيه جنوب المغرب، مدينه الداخله يا ساده، اللي كتبعد على مدينه الدار البيضاء بازيد من 1700 كيلومتر. الرحله ما غاديش تكون بواسطه الطياره ولا غادي تكون فوق الشمال، الرحله غادي تكون بالسياره. والطراجي ديالنا نقسموه لخمسه المراحل في الارض. المرحله الاولى غادي تكون من مدينه الدار البيضاء في اتجاه مدينه اكاد، غادي نريحوا 3 ايام في مدينه اكاد، وهذه هي الشقه اللي كرينا 350 درهم الليله. هنا كاينه الكليسه، هنا كاينه الكوزينه، وهنا الشرف. هذا بيت اخر، بيت ثاني. وفي اكادير ونواحيها عطا الله ميتشي، وبدينا بميناء اكادير ولا كورنيش ديالو. والنهار الثاني مشينا نكتشفوا شاطئ اخرود اللي صراحه عجبني بزاف. ومن بعد مشينا شفنا شاطئ تغازل اللي غني على التعريف وعزيز على الناس ديال السيرف. وفي العشيه ضروري نسرحوا رجلينا في شي بلاصه وما نلقاوش حسن من سوق الحد اللي معروف في اكادير وكيتعتبر اكبر سوق شمال افريقيا. ونهار الثالث طلعنا اكادير وفله اللي باقي ما سالاتش فيها الاشغال. واللي بغى مازال يبرع راسو نصحو يجي بروكوبا ويستمتع بعالم التماثيل. اليوم الرابع غادي نبداو المرحله الثانيه، وهنا غادي نغادروا مدينه اكادير باتجاه مدينه تيزنيت اللي غادي تكون مجرد محطه استراحه. حنا ان شاء الله وصلنا لمدينه تيزنيت. حنا دابا في ساحه المشوار، ندخلوا للسوق اللي كاين هنايا ونشوفوا شنو كاين. وما يمكنش توقف قدام هاد المحلات وما تقداش شي حاجه. قبل ما نودعوا مدينة تيزنيت ضروري نعمروا الكريشة، صعب تخليو الكراعين يبان هنا. بعد ما عمرنا الكريشة الحمد لله، الوجهة القادمة مدينة ميرلفت. ميرلفت اللي ما طولناش فيها بزاف، ما حطينا البارطاج ديالنا في لابارتمون اللي ديجا كنا مريزيرفينها ب 250 درهم الليلة، اتجهنا مباشرة لشاطئ الجزيرة. وما بين احسن ليزاكتيفيتي اللي تقدر دير في هذا الشاطئ هو ركوب الجمل. كما كتشوفوا اليوم راه جينا للجزيره بعد ما مشينا لميرلفت. حنا كما كتشوفوا وصلنا للقوس اللي بقى على قيد الحياه. القوس اللي كاين مورانا هنايا ها هو كما كتشوفوا راه راب الكرا هنايا. اللي باغي يعرف شي حاجه على الكرا راه بادي تقريبا من 500 درهم الليله. بالنسبه للبحر، البحر هنا ماشي ديال العومه، فيه الصخر، كاين في الدخله فين كاين العومه كيعوموا الناس. وهنا غادي تكون الجوله ديالنا في شاطئ الجزيره سالات، ويلا نشدوا السهره في مدينه ميرلفت. نشاط هنايا في ميرلفت تبارك الله ما شاء الله. لا مهرجان ميرلفت هنايا كيكون كل عام. كما كنشوفوا هنا الاجواء زوينه، الجو معتدل صراحه، ما كاينش البرد بزاف، الجو معتدل. غنضربوا دويره هنا نشوفوا الاجواء كي دايره، تبعوا معنا. ميرلفت بالليل هي هذه ديما النشاط. مرحبا بكم ميرلفت. السهرة في مدينة ميرلفت مازال مطولة بزاف، وحنا خاصنا نعسو شوية بكري باش باقي يتابعنا الطريق النشاط. اليوم الخامس من السفري حنا في مدينة ميرلفت، غادي نودعوه وغادي نشدو الطريق لمحطة جديدة وهي مدينة الوطير. المرحلة الثالثة بدات، ومن مدينة ميرلفت غادي نغادروها باتجاه مدينة الوطير اللي قليل اللي كيعرفها. وهنا غادي تبدا الرحلة لاكتشاف الثقافة الصحراوية. وهكا دايرة الطريق ملي غادي تفوتوا سيدي إفني، الأرض التي لا تزرع. وبزاف الناس غادي يملوا من الطريق وتجيهم كئيب، ولكن بالنسبة لي هذه تعتبر من المميزات اللي كتميز بها هذه المدن الصحراوية. احنا كما كتشوفوا ان شاء الله
وصلنا لواحد المنطقه هنا سميتها راس اوميليل. جلسنا هنا نتغداو ان شاء الله باش نكملوا الطريق ان شاء الله لمدينه لوطيا. هاد البلاصه هادي بعيده على طنطان 45 دقيقه. المهم حنا غادي نجلسوا هنا غادي نتغداو نشدو الطريق ان شاء الله ندوزو على مدينه طنطان ومن تما غادي نمشيو ان شاء الله نكريو في مدينه لوطيا. مدينه لوطيا تقريبا راه تابعه لطنطان، هي جات على البحر. الطريق من ميرلفت لوطيا تقريبا واحد 4 سوايع تقريبا. حنا دابا تقريبا بقات لينا واحد الساعه المكانه. من بعد ما تغدينا الحمد لله رجعنا شدينا الطريق اللي ما بغاتش تسال. كيجبان لكم واحد الجمول هنا. احنا دابا في الدخله ديال مدينه طنطان. كتشوفوا هذه راه هي الدخله. غنمشيو ان شاء الله لوطيا. طنطان ما فيهاش البحر، لوطيا هي البحر ديال طنطان نمشيو ليها تما نلقاو نتفرجوا في المناظر ديال الطريق قاهره كاين في المناظر. جينا ان شاء الله لمدينه لوطيا. تعذبنا باش نلقاو الكرا صراحه كلشي عامر، حتى الناس ديال العيون والسماره وطنطان النواحي كيجيو لهنا، وعاد الناس المسافرين كيجيو حتى هما لهاد لوطيا حتى عندنا البحر هنايا بزاف باش لقينا واحد الكرا في كومبينغ. المهم كومبينغ اللي لقينا فيه الكرا. وكانت هذه السكنه فين كرينا. بسم الله. هنا كاينه الكوزينه، هذا الصالون 3 بيرسون كيف هذا. هنا طواليت الحمام كتشوفوا كيما كتشوفوني. هنايا النعاس. هنا راه في بانوراميك طلع على البحر. هنا هنا في شهر 8 تقريبا داير 400 درهم. ومن الدار الشاطئ واخا هذه مغيمه والجو كاعي ولكن حنا عارفين تنعوم. الحمد لله اي مدينه كنمشي ليها فيها النشاط. وفي مدينه لوطيا وتحديدا بالليل ما كاينه حتى شي بلاصه تقدر تمشي ليها من غير هاد لاكوط. تحيه للناس ديال الجنوب. اليوم ما شاء الله اليوم عندنا سالينا من لوطيا نمشيو نغرقوا شويه لتحت، وجاء الوقت اللي غادي نغادروا فيه مدينه لوطيا. وهنا غادي تكون المرحله الرابعه بدات، والاتجاه ديالنا مدينه العيون. الطريق ديالنا كانت طويله ولكن ماشي ممل. الجو في هاد القناه ديما مغيم ومضلع وقليل فين تبان لنا الشمس هنايا، ومع ذلك فاحنا كنستمتعوا وكنكتشفوا اي بلاصه بانت لنا سبيسيال هنايا. الطريق فيها شي تضاريس ما تلقاهمش في شي بلاصه اخرى، لذلك اللي كيصوب خاصو يتامل في الديتاي ديال هاد المناطق. الطريق ديالنا غادي ندوزو على مدينه طرفايه، وهنا غادي ندخلوا ليها وغادي نشوفوها كي داير. وبيان سور درنا الجو وخاصنا نتغداو قبل ما نوصلوا لمدينه العيون. اول حاجه لاحظنا ان ما كاينش فين غادي نتغداو هنا. بقينا كندورو ولكن كيبانوا ليا كاع لي ريستو اللي كاينين يا اما سادين يا اما خاويين. كما كتشوفوا احنا قدام هذا المبنى اللي تبنى في عهد الاستعمار. باقي لحد الان واقف وسط البحر. كاين هذا المبنى بالضبط مدينه طرفايه اللي بعيده تقريبا على العيون تقريبا واحد 100 كيلومتر ان بوبري. المهم جينا هنا باش نتغداو، نريحوا نهرسوا الطريق اللي دينا العيون. كاينه كلشي ساد تقريبا راه شويه 4 العشيه كلشي ساد هنا كيديروا قيلوله. المهم هذا مكان غادي نصوروا هنا واحد التصاور غادي الكاريه، وغادي نرجعوا نضربوا واحد الطويره خفيفه ونشدوا الطريق ان شاء الله العيون. ومن مورا هاد الصويره هادي ما كاين غير حفر تيخبر المسمار، وما نوقفوا حتى لمدينه العيون راه دارنا الجوع ديال بصح. وهذه غادي تكون دخله ديال مدينه العيون.
وحنا عايشين واحد الاجواء زوينه وحنا داخلين لمدينه العيون. اول حاجه غادي نديروها هي غادي نمشيو نعمروا الكريشه. وما بعيدش على هذا المطعم هذا وفي شارع السعد غادي نشوفوا وغادي نتمتعوا بجماليه ساحه السعد. بعد ما دوزنا واحد النهار طويل وشائق وعامر بالمغامرات والتحديات، وصلت الوقيته اللي نمشيو نرتاحوا فيها باش نتلاقاو الطشا. تتبع الاعزاء، راه باقي في اليوم. هذا الشارع هذا اسمه شارع بقراع. شارع كما كتشوفوا هنا شارع تسولوا على شارع بقراع اللي كيديروا الملاحف. شارع بقراع اللي كان عامر بالحوانت اللي كيبيعوا الملاحف ديال العيالات، وكاين حتى ديال الرجال. حنا عزلنا هذا اللي لقيناه هنايا بحال هذا الصباح هذا، غادي ندخلوا وبيان سور غادي نتقداو ما تيسر. الصباح ديالنا كامل غادي نخصوه غير للتصور. اللمسه الصحراويه موجوده هنا، واللي مشرى يتنزه، وباش تبقى لينا العشيه اكتشفوا فيها بلايص اخرين. النهار عندنا باقي ما سالاش، والعشيه قريبه تسال. هنا جواه المغرب غادي نخرجوا على مدينه العيون ونتجهوا لمنطقه اخرى اللي غادي نكتشفوها. غتوقفوا بين هاد الكتبان الرمال باش ناخذوا واحد التصويره قبل ما نكملوا طريقنا. السلام عليكم. ترى الريحه اش داير هنايا. المهم جينا هنايا في الواد ميني فلوغ. احنا في لاكوت ديال فم الواد. فم الواد هو تابع العيون، هو البحر ديال العيون، بعيد على العيون تقريبا بواحد 25 كيلومتر. المهم هنا راه الريح، شوفوا شوف الدرابو هنايا، الريح هنايا فارقع ديال بصح. الجو راه شويه بارد تقريبا شي 20 دوغري. انا بعدا حسيت بالبرد واخا لابس الجاكيطه حسيت بالبرد. المهم شوفوا لاكوت ديالو كي دايره، يلاه صايبوها شوفوها كي دايره. هذه هنايا راه بارده. ومعنا نشوفوا لاكوت ديال فم الواد ديال العيون كي دايره. ولي المعلومه فم الواد هي منطقه معروفه عند الحراج، ومنها كينطلقوا لاس بالماس. ولكن ما كيدار في الاخر صراحه ما فيها والو. المهم واقيلا يلاه بداو كيصيبوا فيها برد سمعت فقط. نتلاقاو غدا ان شاء الله في الشهر في الوجه الجاي ان شاء الله. السلام عليكم متابعي العزاء. كما كتشوفوا الرقه ديال هنايا مظلمه. دابا تقريبا 6:30 الصباح كلشي باقي ناعس. حنا ان شاء الله غادي نديرو ديبار دابا. قبل ما نديرو ديبار نطلع نصور لكم لابارتمون اللي كنا فيها جمال باش كرينا باش كلشي يعرف شنو كاين. المهم السيد هادي اسمها الشقة، شقة مفروشة برج العرب أي منها. كما تشوفوا هنا من الدخل كنلقاو الصالون. الصالون بالليل اللهم بارك هذا راه نقي. هانتوما كما كتشوفوا نقية. حتى الالمنيوم فيه الشراج من عند الدراري صغار، وهادي كطلع على الزنقة ديال المطري. نمشيو نشوفو الكنافة ديال الحمام. المهم شوفو ها هو البريس ديالو الحمام. شوفو ديال الضو هو الحمام كيجي حمام طواليط. ها هو داكشي متعمل. شوف الكوزينة، الكوزينة ها هي داكشي مجلس زوين. ثلاجة، بوطة. ها هو داكشي اللي ليسونسيال راه كاين. تقدر تلقى هادي من فوق. هنا كاين البيشات. هانتوما شوفو كيجي بهاد الشكل هذا. عندنا الشرجم كالتهوية هاكور. هاي الكوزينة فين كاينة. المهم هذا هو ثمن الليلة 300 درهم الشباب. وصلنا للمرحلة الخامسة وحنا في اليوم الثامن من الرحلة ديالنا، وبعد ما دوزنا يومين مدينة العيون غادي نتجهوا إلى المدينة الأخيرة اللي غادي نكتشفوها وهي مدينة الدخل. غادي نكونوا ضربنا أكثر من 1200 كيلومتر، وغادي تبقى لنا تقريبا 500 كيلومتر باش نوصلوا مدينة الداخلة، يعني 6 سوايع تقريبا ديال الطريق. وهكا غادي تكون المرحلة الخامسة هي أطول تراجي غادي نضربوه لحد الآن. داك الشيء علاش فضلنا نفيقوا بكري باش نوصلوا لمدينة الداخلة شوية بكري ونبروفيتيو في هذا النهار. وأول مدينة غادي نوصلوا له من بعد من العيون هي بوجدود.
بوجدور كاينه زوينه ونقيه، وحاولنا نقلبوا على شي بلاصه اللي ناكلوا فيها، ولكن جينا بكري ولقينا كل شيء باقي ناعس. واكبر غلط درنا اننا فقنا بكري باش نوصلوا بكري لمدينه الداخل، وما ضربناش الحساب اننا ما غاديش نلقاو فين غادي نفطروا. وكازا ماشي هي بوجدور. وتحيه للناس الصحراء. السلام عليكم متتبعي الاعزاء. احنا ان شاء الله جينا لبوجدور دايزين عليها دابا تقريبا 9 ديال الصباح. غادي نرى الساقله. المهم جينا هنايا تصورنا مع هذا الجمال هذا اللي معروف في واحد الساحه هنايا في بوجدور. هنا قد واحد الساحه زوينه، كانت هنايا ما كان لا شجر لا والو، دابا كاع دايره سيكوريتي. ان شاء الله نشدو ونكملوا الطريق ديالنا. وما كاين غير عفات يخبر المسمار. والطراجي اللي باقي لينا دابا غادي نضربوه كامل، ما غادي نوقفوا حتى لمدينه الداخله. 350 كيلومتر اللي باقي لينا غادي نضربوها سون زاغي، يعني 4 سوايع ديال السياقه. واصلا الطريق ما بين بوجدور الداخله ما فيها ما يتشاف غير الصحراء، وفيها بلاصه واحده اللي تقدر تسارح فيه اللي هي باحه السراحه اللي دايره على هذا الشكل. واخيرا جينا لمدينه الداخله. السلام عليكم. جينا شاطئ الاخره. هذا مع اخ ديالنا اللي استضفنا اخ عزام، نشكروه بزاف على الاستضافه ديالو والكرم ديالو. هو الاخ ديالنا عزام. مرحبا واهلا، مرحبا بكم. هادي احسن سوق غادي ناكلو، اكبر سوق عامره بالحوت. تبارك الله شحال عامره بالحوت. شي هاد الخير كامل كاين مدينه العيون ولا المارشي ديال الحوت ديال مزوان. جينا غادي نباتوا الليله في مدينه الصويره. هذا تبارك الله على رحلة الجنوب، أروع ما يكون. نقصوا من الشمال وهبطوا للجنوب. الجنوب رائع، الشمال عليه الضغط فيه لدرجة كيولي داك الزحام كيخلق الحرارة، بينما الجنوب خاوي وكالم، والشقق المفروشة موجودة غير 250 300 درهم. يعني الروعة 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 الجنوب.